واش عمرك تسألتي علاش موريتانيا اللي كانت جزء من الصراع التاريخي في الصحراء مازال حتى اليوم ما اعترفتش رسميا بمقترح الحكم الذاتي؟ شنو واقع في الخلفية؟ واش غير موقف سياسي عادي ولا كاين شي حسابات أعمق بزاف مما كيبان؟ اليوم غندخلكم في واحد الموضوع اللي فيه التاريخ والسياسة والتوازنات الدولية وحتى لعبات المصالح الكبرى. شدوا بلاصتكم مزيان حيت هاد القصة فيها بزاف ديال المفاجآت. باش نفهموا موقف موريتانيا اليوم خاصنا نرجعوا شوية للور، ماشي غير سنوات ولكن عقود. المنطقة اليوم كنسميوها الصحراء الغربية، كانت مستعمرة من الصبليون حتى منتصف السبعينات، ومنين انسحبت إسبانيا بدات مرحلة جديدة من الصراع على الأرض بين المغرب والبوليزاريو، واللي تلقات دعم كبير من الجزائر. في هذه الفترة موريتانيا هي دخلت في المعادلة ولكن واحد المدة قصيرة، ومن بعد انسحبت من النزاع في 1979، ومن ديك الساعة وهي كتحاول تبقى على أي اصطفاف واضح، يعني ما تكون مع الجزائر ما تكون مع المغرب. وهنا كيبدا اللغز الحقيقي. موريتانيا دارت اختيار استراتيجي واضح من زمان، تبقى محايدة قدر الإمكان. علاش؟ حيت المنطقة كاملة حساسة بزاف، وأي اعتراف رسمي بأي حل نهائي يقدر يجر عليها ضغط سياسي ولا دبلوماسي من طرف جهات مختلفة. موريتانيا كتحاول تلعب دور الملاحظ الهادئ، لا مع هذا ولا مع ذاك، وكتفضل تقول الحل خاصو يجي عبر الأمم المتحدة وماشي بقرار أحادي منها. بمعنى آخر ما بغاتش تدخل راسها في واحد الملف يمكن يقسم العلاقة ديالها مع الجيران ديالها. في الجغرافيا السياسية الجار ماشي غير جار، راه معادلة أمن واقتصاد ومستقبل. موريتانيا عندها علاقات مهمة مع المغرب، ولكن كذلك عندها علاقات استراتيجية مع الجزائر، وأي اعتراف رسمي بالحكم الذاتي ممكن يتفسر على أنه انحياز الطرف ضد الآخر. وهذا آخر حاجة بغاتها موريتانيا، حيث الاستقرار الإقليمي بالنسبة لهم أهم من اتخاذ موقف واضح. موريتانيا بلاد كبيرة بزاف، ولكن كتواجه يعني تحديات أمنية في محيط صعب اللي هو الساحل الإفريقي، الكباب، التهريب، الهجرة غير نظامية. يعني ببساطة البلاد مركزة بزاف على الأمن الداخلي والاستقرار الاقتصادي، وآخر حاجة محتاجة عليها هي الدخول في صراع كبير سياسي سواء مع المغرب سواء مع الجزائر. كاين كذلك عامل مهم بزاف، وهو أن موريتانيا كتحترم الأمم المتحدة والمنتظم الدولي، بالتالي ما كتبغيش تدير واحد الخطوة اللي هي منفردة قبل ما يكون عليها توافق دولي واسع وأي حل نهائي متفق عليه. ما نساوش أن موريتانيا جربت فعلا تدخل في هذا النزاع فيما مضى في أيام الحسن الثاني، ولكن سحبت من بعد واحد التجربة صعيبة، وهذا خلى عندها قناعة سياسية مهمة: أفضل قرار هو تجنب التورط مرة أخرى. بزاف ديال الناس كيشوفوا أن عدم الاعتراف موقف غامض أو حتى تردد. موريتانيا كتربح بزاف من البقاء في موقع الوسيط المحتمل أو الطرف المقبول من الجميع، وهذا كيخليها محافظة على العلاقة ديالها مع مختلف القوى في المنطقة. أشنو ممكن يوقع من هنا لقدام؟ هذا السؤال يعني هو أكثر إثارة. واش ممكن موريتانيا تبدل الموقف ديالها ولا لا؟ كل شيء ممكن، ولكن غالبا غير إذا تبدلات المعادلات الدولية بشكل كبير أو كان شي اتفاق نهائي شامل كترعاه الأمم المتحدة ويكون يعني مقبول من طرف الجميع. حتى لهذه الساعة السياسة الموريتانية غادي تبقى مبنية على الحذر والتوازن. في الخلاصة يمكننا نطرح واحد السؤال:
علاش موريتانيا ما اعترفتش بالحكم الذاتي إلى اليوم؟ باختصار، كتفضل الحياد الدبلوماسي، كتوازن علاقتها مع الجيران، مركزة على الاستقرار الداخلي، كتبه المسار الدولي نتاع الأمم المتحدة، والتجربة خلاتها تكون حذرة بزاف. قرار بحال هذا ماشي بسيط، حيت النتيجة ديالو غتكون حسابات معقدة جدا. وهنا كنوصلوا لنهاية الفيديو. إلا عجبكم التحليل وكتحبوا السياسة والجغرافيا اللي وراء الكواليس، ما تنساوش اللايك واشتراك، وقولوا لي في الكومنتير يعني اشنو الموضوع اللي بغيتو نشرحه الحلقة الجاية. نشوفكم في فيديو جديد وقصة سياسية أخرى أكثر تشويق. السلام عليكم.